ملاعب. بعد انت ايش قد هنيالك؟ انا ابوي ايش قد عنده فلوس وما يشتري لي، قبل يقول لي ولي ويفشلني. طب انا عادي تعال العب وياي، انت مو غريب، انت ابن عمي تعال العب وياي. خاف ابوك ما يقبل. لا يقبل. يلا خلنا نطب. ما نطب. انا مو الف مره قلت لك لا تجي لبيتنا. يعني ابوك يملك فلوس الدنيا وما يشتري لك مسبح، تريد تجي تلعب بالمسبح مالي؟ يعني تريد تطرحوني زواج مو؟ وانت بعدين يا قال لك انا اقبل. اسمع لي. الف مره انا قايل لك لا تجي ولا ها؟ يلا اطلعوا بعد. والله لا تجي هنا الا اكسر راسك. هو لسه انت خطير. انا الف مره قايل لا يدخل البيت، شلون بعدين انت تقول له تعال اسبح؟ زين هو كله وصل، هو بحمام هم ما سامح انه بيجي هنا يسبح؟ اذا تصيح بعد اطير حبك، فهمت لو لا؟ يلا انا هذا المسبح والملاعب كلهم جبتهم الف، انت وحدك اللي مدلل مالك، وراح اجيب لك بعد اكثر من دليل الملاعب، تمام؟ يلا اسبح، والله اللي خليه يتحسر عليك، اسبح. عرفت انا شو مسوي له هسه هذا؟ بلكة هسه يطلع لي ويقول لي تعال العب ويا هيثم. الله كريم، هسه هذا ابوي ليش بخيل؟ ليش ما يشتري لي مسبح مثل هيثم؟ الله كريم، بلكة هسه يطلع لي. لو قال النت سقط تجي بس الله ويصير. بابا شيري هسه هذا والله خلصنا خلص، انه المشكله بس الوحيد عندي. جيتك بابا جيتك. والله قوم اشوفه والله شيري. بابا حبيبي قول شو تريد؟ بابا تعال العب وياي ضايج. بابا حبيبي انت غير تدري انا عندي شغل، انا لو ما عندي شغل انزع ملابسي والعب وياك هنا بالمول وانت غير بس تدري انا عندي شغل وعندي ملفات، تمام؟ انا جبت لك كل هاي الملاعب حتى ما تحتاج دخل، خوش العب بيها وان شاء الله باكر اذا رحت بالسوق لما اجي لك بعد شو تريد؟ يلا العب. هذا عمي ما له نية بعد كلش قفا. هذا انا شو قاعد هنا؟ ايش ودك؟ هيجي قاعد طاير كأنك واحد مطرود. ليش عمي؟ شغال بيت عمي؟ لا تبي مطرود عمي. تروحوا تقوم يا معود، وين نروح؟ تعال خلينا نلعب طابة، قوم. يلا العب. يلا قوم نلعب قوم يلا قوم وياي. يلا حط انت لابس دراية صغار. يلا العب. اذا تروح مني ذي يخسر، خوش. ايش عم فيك؟ فيك علاوم لا تطلع، انت شو ما تعرف تحكي؟ شنو تقول لا تطلع؟ تقبل انت ما لا تغلط على اخوي، خوش يا لا. حيوان. والله فوق ما طولتني يغلط يلا علينا. يتجاوز. طبعا انت عمك وين؟ بالبيت. ماشي سلمنا علي. طيها ان شاء الله. ايه تدلع. يلا حبيبي يلا يلا منو منا بعد لا تجي. يلا. يلا اطلع. هيك تريد تراقبني؟ لا لا انت جابك هنا بالمسبح. عمو سيلة. والله بابا هو يعني جت هنا اموت بالمسبح، بس هو كان جايب الشاحن وشافني غرقان وطلعني. اي والله جاي يشيل بالشاحن عودلك وداه صاحبك يقول لك انت غرقان. بابا حبيبي وما بيك شيء هسه؟ الحمد لله تعال عمي. انا طبعا اسف واعتذر منك. لا عمو بس ليش تعتذر؟ انت عمي. لان انا كنت محسبك انت مثله، ابوك انسان واحد ما يستحي وفاشل بحياته، تمام، وعباله كل شيء بالفلوس، لذلك تصورتك انت مثله، بس بعد هذا الموقف انت راح اعتبرك مثل ابن هيثم، تمام؟ وهنا بعد يوميا تجي تلعب اي شيء بالمسبح، تمام حبيبي؟
تدلل يلا.